ضرب الحقن في الصيدليه بقى ممنوع، فلو احتجتوا ان انتوا تدوا حقنه في البيت تعالوا اقول لكم بتتعمل ازاي كده بمنتهى السهوله. ادي الحقنه اللي هنستخدمها وادي السرنجه. اشهر غلطه الناس بتعملها ان هي تروح شايله الكفر ده وتروح سايباها كده لغايه ما تكسر الحقنه. لو سمحتوا ما تعملوش كده علشان ده بيعرض السن ده للبكتيريا والجراثيم اللي هي اوريدي موجوده في الجو. فهعمل ايه؟ منديل ولا بقطنه ولا باي حاجه هخبط كده عليها الاول علشان اي سائل او اي سولوشن موجود هنا ينزل لتحت، وبمسك المنديل وربنا يدينا شويه صحه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اي ديد. تمام زي ما هي احطها في المنديل واجي افتح الاموره دي، مش هفتحها غير وانا بحطها جوه الحقنه. ما خليش سن الحقنه يلمس في الازاز ده علشان خاطر السن ما يتجرحش ويتلم وانا بدخله جوه المريض يوجعه اكتر. فبعمل ايه؟ بدخلها اهي وببتدي اسحب بالراحه لغايه ما سحبتها كلها. هاجي هنا في طبعا فراغ هواء كبير، هشيل الفراغ ده ان انا بضغط على الحقنه كده كده. تمام. المفروض ان هي دي العضله. بعمل ايه عشان خاطر ادي الحقنه؟ بقسم العضله دي 4 تنصاص وبدي الحقنه في اول ربع من بره اللي هو في المنطقه دي اللي انا حاطه عندها النقطه. اشمعنى في اول ربع من بره مش في اي مكان تاني؟ لان في عصب هنا اسمه العصب الوركي بيبقى ماشي بالمنظر ده. لو اديتها في اي جزء تاني المريض وارد ان هو يحصل له شلل. طب بعمل ايه؟ بجيب الحقنه اهي وبحطها بزاويه 90 درجه، زاويه قائمه يعني، عند المنطقه اللي انا حددتها، وابتدي اضغط لغايه ما انزل السائل كله، وبعد كده اشيلها وبمنديل او قطنه احطها عند المنطقه اللي انا اديت فيها الحقنه، اضغط عليها علشان المريض ما يحصلوش نزيف.